لو انت بتعمل محتوى على اليوتيوب في مصادر كتيرة للمشاهدات، لو مفكر ان هو مصدر واحد فانت غلطان. علشان تعرف مصادر المشاهدات المختلفة لصانع المحتوى على اليوتيوب تابع فيديو النهارده. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار الفيديوهات الجديدة. اول مصدر معانا للمشاهدات وهو القناة بتاعتك. لما حد بيدخل على القناة وبيدوس على الفيديو ويشوفه من داخل القناة، ده كده اول مصدر. تاني مصدر وهو البحث في اليوتيوب، ان الشخص يبحث عن حاجة والفيديو بتاعك يظهر له لانك عامل فيديو عن الحاجة اللي هو يبحث عنها، فكده ده تاني مصدر وهو البحث في اليوتيوب. تالت مصدر وهو الصفحة الرئيسية في اليوتيوب، ان اليوتيوب يظهر الفيديو بتاعك في الصفحة الرئيسية للمشاهدين والناس تدوس عليه وتشوفه. رابع مصدر وهو الفيديوهات المقترحة، مثلا واحد بيتفرج على فيديو لأحد منافسينك في المجال بتاعك، فانت الفيديو بتاعك بيكون مقترح تحت الفيديو اللي المشاهد بيشوفه، وممكن يدوس على الفيديو بتاعك لو لفت انتباهه ويشوفه. علشان كده لازم تهتم بالعنوان والصورة المصغرة. والمصدر اللي بعد كده وهو انك تشارك الفيديو مع اصدقائك او تشاركه على السوشيال ميديا للناس المهتمين بالمجال بتاعك. دي كانت المصادر اللي بتجيب بيها مشاهدات للفيديوهات بتاعتك. ولو عندك مصدر تاني احنا مذكرناهوش اكتبه في الكومنتات عشان كلنا نستفيد. ما تنساش عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة.